عقد وعزم وتعهد بينهم كلاعبين أنهم راح إن شاء الله بإذن الله حيردوا داخل الملعب. ما راح يرد. طبعا الكلام يكون ذكر بالتحديد الكابتن كامل الموسى أنه الرد مجملا داخل الملعب وليس بالتصريح والكلام. طبعا زميل محمد وأعزائي المستمعين، خلينا نرحب بضيفنا والزميل الإعلامي عبد الله المبارك. حياك الله أبو طلال. الله يسلمك يا جابر، وحياك الله. حيا الله الأخ محمد. مرحبتين عبد الله حبيبي، نشرف. الله يبارك فيك. يا هلا أبو طلال، إذا كان سمعت حديث الكابتن كامل الموسى. نعم سمعت. طيب، تعليقك أول شيء، خلينا نقول تعليقك مجملا على كلام الكابتن كامل الموسى. والله شوف، يعني أنا طبعا لي رسالة أبغى أوجهها للكابتن كامل وجميع نجوم الملكي، لكن قبل هذا الأمر حقيقة في أمور أنا نفسي أتكلم فيها بكل شفافية، لأن الجمهور الملكي، الجمهور العاشق، الجمهور الصابر، محتاج إنه يوصل رسالة. أنا أحب إني أعبر عن هذا المدرج اللي تميز طيلة سنين عشق بلا حدود بهذا الكيان الكبير. فلو سمحت لي حبيبي جابر، تفضل. أعطوني فرصة، أبغى أوصل رسائل. أولا الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، وأنا دائما أكرر وأقول كنز الرياضة السعودية، عراب النادي الملكي. هذا الرجل احنا نتمنى في المرحلة الحالية يكون في قرارات حاسمة، حتى وإن كان سلم كل الأمور لإدارة مساعد زويهري، لكن عندما يكون هناك عك أو عبث أو عمل غير احترافي لا يليق بهذا الكيان الكبير، هذا الكيان اللي قدم الكثير للرياضة السعودية، في الحقيقة احنا ننتظر كجمهور قرارات حاسمة. يعني أنا أبغى أتكلم بكل شفافية بعيد عن أي أمر آخر، القرارات الحاسمة، لأنه حقيقة احنا صدمنا حقيقة بإدارة مساعد زويهري. مساعد زويهري نقدر جهوده في لجنة المسؤولية الاجتماعية في مثل هذه الأمور، لكن هناك أخطاء فادحة كثيرة من الأستاذ مساعد زويهري. واحد، عندما لا يحسن تجديد عقود لاعب النادي الأهلي، وعلى سبيل المثال أهم لاعب في الدوري السعودي أسامة هوساوي، احنا نسمع إنه عنده عرض من أحد أندية الرياض، والآن عنده عرض آخر من جارنا الاتحاد، ويعتبر من أهم مكتسبات النادي الأهلي. وعندما نعطي عرض 2,400,000 وبعدها نبتدي نرفع بالتصاعد، طيب احنا بنعرف إنه نهاية السنة باستطاعة الكابتن أسامة إنه يروح لاعب هاوي لأي نادي. طيب أنا وش كسبت كنادي أهلي؟ طبعا أنا لما كنت مقبل على مرحلة تاريخية مع بداية الدور الثاني، المفروض ما يكون في تشويش لا على الكابتن أسامة ولا على الكابتن وليد بخشوين، المفروض حسمنا العقود وانتهينا منها. هذا أمر ما شفناها من مساعد زويهري. المكافآت وأنا أقولها بصراحة قلت في المباريات الأخيرة، ويمكن أنتم لاحظتوا معانا من قبل مباراة كأس ولي العهد. للأسف الشديد ما في أحد. طيب إذا كان الأمور ابتدت تقل ويقل الاهتمام باللاعبين، ماذا ننتظر من اللاعبين؟ مو عذر للعيبة، إن اللعيبة لا، المفروض أنهم يعرفوا شيء مهم، يحترموا الشعار. بس أستاذ عبد الله، خليني أقاطعك ولو بشيء بسيط، ولكن خلينا نتكلم مجملا في الحديث. يمكن على ما يقولوا لو نبغى نعتب على اللاعبين، أيضا خلينا نعتب على المدرب إذا كان عنده مشكلة. يعني المدرب إذا كان عنده مشكلة ويوظف لعيبة في أماكن خاطئة وتشكيلة خاطئة، لا تلوم اللاعب. طيب لا، اسمح لي بجزئيتي. أنا لما تكلمت الآن عن مساعد زويهري، أنا بتكلم عن الرجل اللي يعتبر الآن ربان السفينة بأكملها، اللي المفروض يكون له دور بصمة على الأقل في كرة القدم، حتى الألعاب المختلفة، واللي المسؤول عنها الأخ خالد المطرفي للأسف تتهاوى أغلبها. طبعا بيجيني شخص يقول طيب أخذت بطولة ألعاب القوة. ألعاب القوة بطلة طيلة السنين محتكر البطولة على سبيل المثال. احنا بنتكلم عن حتى في مشاركاتنا، زي لما تشارك مثلا بفريق الطائرة أو اليد
ويكون عندك لعيبه اجانب دون المستوى. الاخ خالد مطرفي قبل سنه كان بينتقد العمل في النادي الاهلي في الالعاب المختلفه. الان طيب وش دورك في الامور هذه؟ اليد الفولاذيه اللي قدمت الكثير والكثير، ليه ما جلبت بعض اللاعبين من انديه الشرقيه على سبيل المثال؟ النادي الاهلي حقيقه لا يليق فيه الا العمل الاحترافي الجاد وليس مجرد اجتهادات خاطئه. الاخ عبد الله بترجي برضه انا اخص بالاسم، انا ما ابغى اجامل احد. طبعا نقدر كل جهده في الاستثمار، لكن سياسه الترشيد في النادي الاهلي وهو يعرف اني انا اقدر واحترمه، لكن عندما يكون سياسه ترشيد مثلا في عرض اسامه عوساوي او عرض وليد بخشوين او غيرهم، النتيجه ايه؟ تشويش على اللعيبه. احنا شفنا اللعيبه وصلوا لمرحله انه هي صلاحيات هي صلاحيات رئيس النادي، ما هي صلاحيات نائب الرئيس. لا برضه هو برضه بارك الله فيك داخل معه في الموضوع هذا. هم إدارة مكملين بعضهم البعض. يعني حتى في الأمور عملية الأجنبي عندما استخدموا ماركنهم. طيب احنا نعرف انه باهوي سيء من 3 شهور والكل اتفق على تغييره. طيب انت كان عندك متسع من الوقت انك تجيب نجم سوبر ستار. ليه؟ لان جمهور الملكي محتاج انه ينافس على بطولة الدوري. طيب. وعلى بطولة مجملا ابو طلال، ايش اللي يحتاج المرحلة القادمة الاهلي؟ بكل صدق اولا يعني حتى اللجنة اللي تأخرت للأسف وأتت في الوقت الضايع الحقيقة. اللجنة ايش؟ اللجنة المشكلة اللي تقف مع النادي فيها الأمير فهد بن خالد الآن، وكان المفروض يكون فيها طارق كيال وكذا. أستاذ عبد الله معلش، الدنيا كلها تحل بقرارات. يعني ليش احنا دائما نحب نكون لجان ونهول المواضيع ونكبر المسائل؟ يا حبيبي هي تكتك على طول 1 2. يعني اجيب في يوم من الايام قرار على طول مباشر. شايف فين نقطة الضعف؟ اقرر نقطة الضعف هذه واختصرها مباشرة. اسوي لجنة. بالضبط. انا الخصها لك بارك الله فيك. انت لما تجيب مدرب من ايام بريرة وتسلمه الجمل بما حمل، يا سلام، تسلمه كل شيء، هنا عندك اشكالية كبيرة جدا. يعني انت لا تستطيع انك تناقش مدرب. احنا صار عندنا ثقافة جديدة، كل عمل غلط في النادي الاهلي صار يبرر له للاسف الشديد. حتى مواهبنا، يعني فكر وتخطيط خالد بن عبد الله في الأكاديمية وفي مركز الأمير عبد الله الفيصل للأسف محارب. أعطي مثال بسيط. عندنا مهاجم يعتبر الأفضل أولمبيا على مستوى الأندية السعودية، قبل 2 سنين بتسبب في 17 بلنتي، اللاعب رائد الغامدي. أعطوه الفرصة يا جماعة الخير. تخيل إنه السيد جروس في بداية المعسكر هذه السنة في سويسرا لعبوا ظهير أيمن، وبعد ما رجع قال ارجع للأولمبي. أي إحباط وأي تخطيط إنه إحنا ما نعطي فرصة للاعبتنا. بالمقابل إحنا بنشوف شباب موجودين بيطلعوا من الهلال والاتحاد وغيرهم. طيب ليه شباب النادي الأهلي ما بيطلعوا؟ صح. وليه دائما ما نستطيع احتواء المشاكل؟ إحنا للأسف الشديد حتى في عملية المدرب والنقاش مع المدرب، انت لما تيجي تبغى تناقش يا اخي ناقش المدرب نقاش ايجابي عشان توصل نتيجه ايجابيه. انت بنفسك مثل ما تفضلتوا لما تقول المدرب جالس يلعب بعض اللعيبه في غير مراكزهم، يعني بمعنى انا لما يكون لاعب زي فيتسل اليوناني المفروض يكون خلف السومه، يجي يحصل لي في الجهه اليمين ونس يعني كابي بيست نسخ لزق زي مباراه كاس ولي العهد مباراه مجران. على أي أساس؟ طيب أنتوا وين النقاش حقكم؟ وليه ما استفدتوا من الخطأ السابق؟ لازم تكرروه. ممتاز. المشكلة إنه أغلب اللعيبة يعني ابتدوا يحرقونهم معنويا. يعني اللعيبة الآن هم أدواتك اللي حتكسبك في المرحلة القادمة. هل جلستوا معاهم في مصارحة؟ هل فعلا يعني عرفوا إن بعض اللعيبة المفروض يجلسوا على الدكة؟ إحنا ما نقدر نبعدوهم. ممتاز. طيب أبو طلال، الأستاذ عبد الله المبارك الإعلامي وأيضا أعطيتنا جدا نقطة مهمة جدا وهي الاهتمام بالفئات السنية. أبو طلال بس أنا معلش يعني يضيق الوقت، أنا راح أطلع فاصل، ولكن أنا مضطر طبعا عندي العديد من المحاور والعديد من النقاط. شكرا لك أستاذ عبد الله مبارك. يعطيك العافية. شكرا أستاذ عبد الله، يعطيك العافية. طبعا أعزائي المستمعين فاصل